ابني كان نفسه في تورته، بس بصراحه ما كانش معايا ان انا اجيب له تورته. عايزه اقول لكم عملت احلى جاتوه، يعني من غير دقيق ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. يعني في 5 دقايق والله العظيم، يعني في 3 دقايق، من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص. عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا. اضغطوا لايك على الفيديو، اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، واعملوا تعليق حلو زيكم. بصوا بقى، اول حاجه كده هنجيب هنا كريم شانتيه. انا كنت جايبه دول ب10 جنيه، تمام. انا هاخد منهم 5 معالق، 5 معالق كبار، تمام. وعلى فكرة ما احتاجتهمش كلهم برضو. يعني بقيمة مثلا 5 جنيه كريم شانتيه. هاتي ب5 جنيه كريم شانتيه خام، وحط عليهم معلقتين سكر ونص كوباية مية متلجة، واضربوهم بالمضرب. تمام. ما عندكيش مضرب، اضربوهم في الخلاط لحد ما يبقى فوم كده تقيل. وبعد كده ايه، هركنه على جنب، واجيب بقى نشوف بقى بصراحة تحفة والله العظيم، رخيصة. وغير كده فكرتها عجبتني جدا جدا. تمام. بصوا بقى، جبت هنا ب10 جنيه هوهوز وتوينكز. محدش يضحك عليا بجد والله العظيم، ب10 جنيه الواحدة. بتهيألي بجنيه أو 2 جنيه بتهيألي. جبت 5 و5، تمام. 5 هوهوز وخمسة ايه، توينكز، اهو زي ما انتوا شايفين كده. قطعت بقى التوينكز هنا لنصين، تمام. وجبت هنا الانجليش كيك، اللي هو القالب بتاع الانجليش كيك ده، اللي هو بتاع الكيكه يعني. اي حاجه عندك، صينيه صغيره عندك، بايركس عندك، اي حاجه، ممكن طاجن، مفيش مشكله، اي حاجه عندك. المهم حطيت كده فيهم طبعا، قعدت نصصهم كده واحطهم جنب بعض، وايه، واظبط يعني الدنيا. لقيت الخمسه بالظبط على قد الصينيه بتاعتي اللي هي المستطيله دي، تمام. حطيتهم كده لحد بقى زي ما انتوا شايفين كده متساويين اهم. نزلت بقى بالكريم شانتيه، بطبقه كريم شانتيه كده، تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، اسهل من السهوله. لو ما بتعرفيش تعملي كيكه بقى، اهو اهو. انا بصراحه بعرف، وبعرف اعمل تورت، وعملت تورت كتيره في القناه، وجاتوهات وحاجات من دي حلوه جدا، وكيكات وكده. بس انا معيش فلوس. دي الحكايه بقى. ان انا حطيت بقى، بص هنا الطبقه التانية توينكز، عشان اللي ما بيحبش الكيكه البيضاء ياكل الكيكه الشوكولاته عادي يعني. ننوع كده، في تنوع. مش عارفه مين اللي بيصوت. المهم، هنقلب هنا الصينيه هنا كده، خلاص. عملنا الطبقتين زي الفل، زي الفل والله العظيم، تحفه. اهو ب10 جنيه يا جماعه، وعملنا حاجه حلوه لاولادنا، مفيش مشكله يعني. بصوا بقى طبقه هنا الكريم شانتيه كده على الوش. وملكوش دعوه باللي بيصوت، ملكوش دعوه. المهم، حطيت بقى الطبقه بتاعت الكريم شانتيه كده، وسويت بقى هنا الجاتو. ما خدش الكريم شانتيه بصراحه، حطيت الباقي في الفريزر، تمام. وعندك اي مكسرات، اي حاجه، اي حاجه، مثلا شوكليت شيبس، اللي هو الفرماسي ده، آه، اي حاجه حطي. انا عندي كان صوص كراميل وصوص شوكولاته في التلاجة، والله العظيم ما استخسرتهمش، قلت اما احطهم بالمره. اه ده ما عندي، لو ما عنديش كنت احط فارماسي، او احط مثلا بشر شوكولاته، اي حاجه، اي حاجه كده على الوش. او ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي روزيتات كده، آه، كريم شانتيه كده، وتزينهم مثلا ايه، بكريزه، او كريزه ايه، كريزه غالي برضه. اللي هو البتاع، اللي هو الكريز المجفف ده برضو حلو، بيتباع عند اي مستلزمات حلويات، بيبقى حلو قوي في الجاتوهات والحاجات دي. قطعتها بقى، بصوا عملت اكتر من 6 قطع، اهو اهو اهو، بصوا. وب10 جنيه بس، تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ولا غلبة بقى، ولا تقعدي بقى تعملي كيكة، ولا هبطت مني ليه، ولا نشفت مني ليه، ولا لسه هتعملي، لا، مفيش الكلام ده. ولا بيض بقى، انتوا عارفين البيض غالي وكل حاجة غالية. بصوا تحفة والله العظيم، بجد بجد كانت تحفة جدا. جربوها واضغطوا لايك على الفيديو، واشوفكم على خير فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.